السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الرائعون أيتها الرائعات. عودنا والعود أحمد. أول حلقة كندير في قناة الدرع المغربي. هذه القناة قناتكم، قناة الرابطة ديال المؤثرين للدفاع عن الوطن. إذا الإخوة والأخوات الكرام، إلياس غادي يولي يدير حلقة كل جمعة. حنا واحد المجموعة ديال الإخوة الزملاء المؤثرون كل نهار، يعني داك الشيء ديال شيمي كولور، كل نهار غادي يطلع لكم واحد بحلقة جميلة جدا. وكذلك ستكون هناك لايفات بالبالة غتكون نائضة من خلال استضافة كثير من الناس إن شاء الله، خبراء علماء مؤثرون سواء من داخل أو خارج أرض الوطن. غادا تكون مبلبلة، وكما قلت لكم قبل قليل غادا تكون نائضة. ما عليكم غير تشاركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم النوتيفيكاسيون. وكذلك الإخوة والأخوات دائما بقوا معنا قلبا وقالبا من أجل يعني هذا الهدف ديالنا، وهو الدفاع عن الوطن. والله يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وغادي نبداو الحلقة ديالنا. غادي نبداو لأن احنا مع تبونية رمضان، والخبر اللي شفت غير قبل قليل، هاد الجزائريين ولا تبون المعروف بمجيدو السلطة ما كيبغيوش يتسالاو، وكذلك شدوا واحد القضية اللي هي يعني ديدان في الحياة ديالهم وكتجري منهم مجرى الدم. اشنو هي سي الياس؟ غادي نختصر لكم باش ما نطولش عليكم. شجرة تبون في القدس بجبل الزيتون. شجرة ماذا يا إلياس؟ شجرة الزيتون، سميتها شجرة تبون. قال لك داروها في القدس. كيفاش شكون ليش التخربيق هذا راه شيء مسيء للقدس وللأمة الإسلامية ولفلسطين زالمة أو مظلومة. هذا الشيء هذا راه يسيء. عرفتوا شكون هو مجيدو السلطة؟ يعني الملك ديال السلوكية العابرة للقارات. نعم، هذا هو الخبر. حنا ما عندنا ما نديرو، نقولوه لكم كما هو. غرست مؤسسة سيدة الأرض الفلسطينية شجرة زيتون في أعلى منطقة بمدينة القدس بجبل الزيتون باسم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. وهذا المقال نقلته النهار الجزائرية، هو المصدر النهار الجزائرية، القناة المعروفة على أنها يعني ديال قصر المرادية ديال المجلس الأعلى للبقر، يعني ديال المجلس العسكري. وجاء في بيان المؤسسة أنه قال لك غرست الشجرة بموقع صعود يسوع وموطن قبر مريم العذراء وقبر الناسكة رابعة العدوية. أنا عرفت غتفقصوا هادشي اللي جاي غادي يفقصكم، غادي يكون لكم القليب والكوبيد. قال لك في مبادرة احتراما وتشريفا للرئيس الجزائري ورمزية عالية تعبر عن أن للجزائر ماذا؟ مباركة خاصة. تبارك الله على مولاي سيدي تبون. وأشادت المؤسسة بمواقف الرئيس تبون تجاه فلسطين. هاي زالمة ومظلومة. تصوروا معايا تبون والكاسيدور وما كيجيش الناس على فلسطين. شوفوا التجارة والمتاجرة بالملف. وكتقول المؤسسة الفلسطينية من طبيعة الحال تحت شعار النفاق ولا شيء إلا النفاق. اسمعوا معايا مزيان. هذه الشجرة المباركة تضرب في أرض مباركة أصلها فلسطيني ثابت، أصلها فلسطيني ثابت وفرعها جزائري في السماء. قلت لكم تفقصوا المصدر كما قلت لكم هي النهار الجزائرية ومؤسسات سيد الأرض الفلسطينية. الدولار، الأورو، فلوس الغاز، فلوس البترول، فلوس الناس اللي في الطوابير شنو كيدير. ها هي جمعية كذا ويلا دنسوا هذا الجبل، دنسوا هذه الأرض، ويقول لك ظالمة أو مظلومة، ويقول لك لا 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 شجرة تبون هكا زعما تبقى أن شادين واحد 50 ولا 100 ألف ديال الأورو ولا ديال الدولار وباش دنسوا هذيك الأرض بهذه السمية الخبيثة ديال واحد اللي هو حفيد مسيلمة الكذاب. إذن لأبناء فلسطين ظالمة أو مظلومة، أصحاب الشعار ديال ظالمة أو مظلومة أينما كنتم، سمعوا معايا مزيان الله يخليكم. اشنو جا هادشي غير اليوم انا اليوم يلا هذه خرجت هذه على حساب كانت يعني من الموقع ديال ويكيليكس، ولكن اليوم يلا شفتها ويلا خرجت في الإعلام. بناء على برقية أمريكية سرية سربها موقع ويكيليكس، فإن سفير نظام الجزائر بسويسرا إدريس الجزائري أدلى بتصريح سري أمام دبلوماسيين غربيين بأنه ماذا؟
سيكون سعيدا بوضع نفسه تحت تصرف الإسرائيليين. الشيطان وقيل قال الفلسطينيين، لا، الإسرائيليين. جدير بالذكر أن هذا التصريح الذي سرب كان يحمل طابع السرية، يعني التوب سيكريت، يعني سري للغاية. كيتمنى يعني هذا اللي هو الممثل ديال الجزائر في سويسرا أنه يكون عبدا لإسرائيل، يكون تحت الأوامر الإسرائيلية. وهذه راه هي الحقيقة إخواني وأخواتي. وما نساوش غير مؤخرا العام اللي فات ملي طوني بلينكن وزير الخارجية الجزائري ملي سول مجيدو السلطة، يعني هذا تبون، وقال ليه واش عندكم شي مشكل مع إسرائيل؟ الجواب ديال تبون كان لا، ما عندنا حتى شي مشكل، وبدا كيهضر ليه على الحليب ديال الغبرة وعلى داك الشيء ديال، فالبلاد عامرة بالطوابير. ومع ذلك صيفط الرشوان موريتانيا، عطين قيس سعيد والشجره ديال تبون. شوف الله اعلم شحال عطاو لهذه الجمعيه وشحال عطاو السلطه الفلسطينيه من اجل تلميع صوره ديال واحد اللي هو ولا يستحيي الانسان اللي عنده فطره سليمه باش يقول ان هذا انسان شخص يعني ينتمي الى افريقيا، ينتمي الى المنطقه، فما بالكم ان نقول عنه رئيس ما يسمى بمقاطعه يعني فرنسيه تدعى الجزائر. وبالنسبه لهذا الموقع ديال ويكيليكس وعلاش وشكون اللي جبد هذا الممثل ديال الجزائر في سويسرا، شوفوا معايا المصدر بعجاله ثم نعود. برقية أمريكية سرية سربها موقع ويكيليكس أن سفير الجزائر في سويسرا إدريس الجزائري قال أمام دبلوماسيين غربيين العام الماضي إنه سيكون سعيدا بأن يضع نفسه تحت تصرف الإسرائيليين. أما في خبر لا يقل أهمية مشاهدينا الكرام، كيف ما قلنا سابقا، غادت جر بلاد الكبرانات، غادت جر ما يسمى بالجزائر من عنقها من هنا، وغادي يجروه ويحطوها في الطاولة المستديرة كونها طرف في النزاع المفتعل ديال الصحراء المغربية. 50 سنة تقريبا هما منوضين البلابل والقلاقل، وشنو نعم سيدي مدرقين من وراء صعاليك تندوف. دابا لا، غادا تجلس وبدون اي شرط في النزاع. هادشي اللي تداولوه في الامم المتحده، هادشي هو اللي تقال حسب التقرير ديال دي مستوره. ما كاينش داك حنا لا، حنا راه غير بغينا تقرير المصير، حنا راه ماشي طرف، حنا راه غير مراقبين. كاع داك الكذوب خصهم يتسالاو. مهما حاولت بلاد الكراغلة أي الجزائر الهروب والاختباء كالجبناء، وهذا يعني هذا ديدانهم، واش مازال النظام الجزائري من بعد هذا التقرير مازال غادي يتحمل يعني يبقى مخبي وما يتحملش المسؤولية ديالو في هذا النزاع هذا، أو يستمر يعني هكا كيكذب بالنهار قهر مدرق بالبوليزاريو مجرد صهاليك لا يعترف بهم أحد إلا بعض أصحاب المصالح. وهاد أصحاب المصالح كيف ما كان قال واحد وزير الخارجية ديال تونس الأسبق، كان قال لك كنت كنحضر في بعض الأماكن كيجيو الباليزاز ديال الدولار وكيفرقوا على هادوك اللي غادي يقول لهم الصحراء، يعني هذه الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الفنكوشية الخنفوشية، وهذا التخربيق ديال ما هم يعني ما هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأبناؤكم يا معشر الكراغيلة. إذن كل شيء واضح وكل شيء باين مشاهدينا الكرام. ما نطولش عليكم، هذه هي أول حلقة، الله يخليكم بارطاجيو، لأن هذه القناة هذه راه مهمة بزاف الرابطة، وإن شاء الله سترون فيها ما يسركم. إلى اللقاء.